بالنسبة حق أقول لك السؤال النادي العربي، يمكن طرح الأخ أسامة حسين، وقعدت أنا مع أسامة حسين وكنت أدافع أنه يعني هبط، لكن النادي العربي ما هبط للدرجة الثانية. لو تلاحظ الموسم اللي قيل أنه هبط، لو تلاحظ لائحة المسابقات كانت تقول أن الفريق راح يلعبون درجتين، راح تصير في تصنيف هبوط، ولكن ليس للدرجة الثانية، تصنيف للموسم القادم في درجتين، لكن العربي تدارك الموقف نفس الموسم وطلع. الدرجة الثانية لازم تلعب من بداية الموسم تعريفها، يعني إذا كان. فردا على سؤالك، العربي لن يهبط الدرجة الثانية، لكن لو تجي المواسم 61 62 63 كل الفرق كانت تلعب بالدرجة الثانية، كان هناك درجة أولى للفريق الأول وكان يلعب فريق ثاني اللي هو الرديف، يعطونا الدرجة الثانية لكن يلعب لكن ما يصعد. فالحال ان الفرق، لا في فرق لعبت الدرجه الثانيه يمكن بالمواسم الاولى من الدوري اذا كان قله الفرق. بالنسبه حق اكثر الفرق الشعبيه، انا لا زلت اقول مهما صار، مهما نزل هذا مستوى الفريق، انا يعني كعضو الجمعيه العموميه نادي العربي اقول لك نادي القادسيه يظل هو قلعه عربيه، كونه هو الفريق الوحيد العربي اللي لا يلعب دفاع، وعشان كذي انا معجب بهذا الفريق واتمنى له ان شاء الله يعود الى ما كان ان شاء الله اكثر شعبيه. قادسيه.